السلام عليكم سي يوسف. مرحبا. شنو واقع هنايا بسليمان؟ خويا اللي واقع راكم كتشوفوا فيه، يعني حنا استغربنا اصلا شنو واقع. دابا هذا نادي ديال الكره الحديديه، وهذا النادي اللي منخرط في عصبه ديال جهه الدار البيضاء 16 والجامعه الملكيه المغربيه للكره الحديديه. حنا كنا يلاه تاسسنا وانخرطنا في العصبه، مشينا عند السلطات المحليه قلنا لهم اودي بغينا ملاعب فين نبقاو نمارسوهم. بالفعل الجامعه مشينا عند السيد الله كاتب العام، هضر مع السيد الباشا، والباشا جا معنا لهذا المكان لانه كان عباره عن واحد النقطه سوداء وواحد القاعه صغيره يعني ماشي كبيره. وقلنا يا ودي راه ممكن هذه نامنها وجهه، لان بالنسبه للكره الحديديه ما كتطلبش واحد الفضاء كبير. بالفعل جا وقف معنا وجابوا لنا واحد جوج كاميات ديال تشوفنا وقال لنا انتم قادوا. بالفعل حنا قادينا ومشينا حتى حنا طلبنا تشوفنا وقادينا الامور. جمعنا دوك التروطوارات اللي مليوحين في المدينه، لانك راكم عارفين الملاعب خاصها ضروري التروطوارات لان الكره باش ما تمشيش بعيد. طورنا التروطوارات، درنا الاناره العموميه، خدموا معنا السلطه المحليه، خدمت معنا سميتو الجماعه، خدمنا المجلس الاقليمي. اليوم كنتفاجئوا هذا الاسبوع كنتفاجئوا باستدعاء ديالي شخصي. ملي مشيت كيقول لك ودي خاصكم تحيدوا ديك الملاعب. قلت ودي علاش غنحيدوا هذه الملاعب؟ قال لك لا راه خاصكم هذيك ديال الدوله خاصكم تحلوا مشكل. قلت واش كاين غير هاد البقعه اللي ديال الدوله ما مسواش لها وضعيتها؟ يعني فين باقي البقع ديال الدوله؟ واش فين خليتوها؟ قالت لكم هذه. قال لك اسيدي السيد لقيت لك انا هذه التعليمات اللي عندي. حنا قلنا اودي ماشي مشكل، درنا على اجتماعنا كنادي وقلنا غادي الاسبوع المقبل غنمشيو عند السيد الباشا باش نهضروا نعرفوا المشكله شنو هو، حتى الا كان مضطرين ان نمشيو عند املاك الدوله نمشيو عند املاك الدوله، ما عندناش مشكل. كنتفاجئوا اليوم مع هذا التوقيت، يعني ثلاثه لان بنادم ما كيكونش، جات السلطه المحليه وجابت الاليات وكتدمر في النادي. دابا حنا اللي بغينا غير نعرفوا، نعم حنا الدوله المغربيه ولا الملك ديال البلاد كيشجعوا الرياضه، وحنا كنشوفوا كيف استقبل الملك محمد السادس، كيف استقبل الالعاب ديالنا في المونديال، وكيفاش كيستقبل اي رياضي كيدير شي انجاز. يعني انه كيعطي اشارات لتشجيع الرياضه والرياضه. بغينا نعرفوا هذا الباشا واش في هذا السياق ديال الدوله والسياق ديال المؤسسه المحليه. سي يوسف قلت لي مشيتوا على الكاتب العام قال الباشا واش هذا الشيء شفوي ولا كاين شي حاجه مكتوبه؟ شفوي انه اذا هذا الملعب غير ما كاينش وثيقه اللي كتثبت السلطه. اولا حنا ما محتلينوش، حنا ما بانيينش فيه ولا دايرين فيه سياج ولا حنا ماشي محتلينو باش نطلبوا مثلا. وهذا المكان من تبع هذا تابع لاملاك الدوله مثل باقي الاماكن. راه كاينه انديه هنايا كتمارس في سميتو في فضاءات ديال املاك الدوله ما عندها حتى وثيقه. علاش بالضبط هذا النادي؟ كيبان لك بالنسبه لنا حنا اللي خصك تفهموا باننا حنا ما محتلينش المكان، حنا فقط صوبنا فيه مسالك الكره الحديديه. مسالك الكره الحديديه كتطلب اناره عموميه وكتطلب تروطوار. يعني ان هذيك ديال الدوله الوقت اللي بغات تاخذه، حنا فقط نمارس التماكن ونديروا فيه سميتو. سي يوسف بان لي هذا الملعب فيه ربط ديال الكهرباء، منين جاكم الضوء؟ هذه الاناره العموميه، هذه الاناره العموميه جميع ها هما هنا دابا الملاعب القرب هنا راه فيها الاناره العموميه. يعني الاناره العموميه هي اللي كتضوي هذا الشيء، وزيدون حنا ما كنستغلوهاش. علاش؟ لاننا حنا كنستغلوها فقط في الدوريات، حيت الدوري كيبقى حتى الليل، اما الايام الاخرى رانا كنلعبوا بالنهار ما كنحتاجوش الاناره العموميه كاع. يعني كتستعمل مره في السنه او مرتين في السنه، يعني الاناره العموميه ما محتاجينهاش كاع حنا، لان كتعطل نهار الدوري راه كيسالي حتى ل 11 12 ديال الليل، داكشي علاش كتكون الاناره. واخا شنو الخطوات اللي غياخذ النادي في بالنسبه لنا حنا؟ اولا ندين هذا السلوك هذا وغنمشيو بعيد مع هذه السلطه المحليه، لاننا عارفين ومتيقنين بانها تشتغل خارج سياق وتوجهات الدوله. واش كتهموا شي جهه؟ انا المسؤول المباشر امامي هو باشا مدينه بن سليمان، لانه هو السلطه المحليه، هو اللي طلب من القيد على لسان السيد القائد ديال الملحقه الاداريه الاولى، كيقول بان السيد الباشا اللي طلب منه هذا الشيء. حنا المسؤول امامنا هو السيد الباشا، وحنا ما غنوقفوش كنقولوا عليه راه ما غنوقفوش على هذا الحل. الا كانت ملاعب الكره الحديديه ولات كتخلع الدوله راه ولينا ارهابيين. حنا دابا كلاعبين ديال الكره الحديديه ولينا كنرهبوا الدوله في الوقت اللي الاملاك ديال الدوله كلها كنقول سواء من عند حتى من طرف مؤسسات عموميه
ومن طرف جمعيات بدون انها تسوي وضعيتها. علاش بان هذا السيد الباشا فقط هذا التيران؟ اذا هنا هذا هو السؤال اللي خصنا نوصلوا ليه. علاش فقط هذا التيران اللي خلق مشكل السيد الباشا؟ نهار كنتوا كتصاوبوا في هذا المكان واش في عهد السيد الباشا ولا؟ السيد الباشا هو اللي شرف على باش صوبنا هذا سميتو، هو اللي وقف معنا حتى بدينا كنصاوبوا فيه، وحنا كنصاوبوا فيه وكان كيجيب سيارته وكيوقف حدانا وحنا كنصاوبوا كيمشي وما كيقول لنا حتى كلمه، ما اعترض على حتى شي حاجه. وشنو تغير دابا؟ هذا هو السؤال المطروح، اشنو اللي تغير دابا؟ اللي غنقولوا للسيد الباشا اشنو اللي تغير دابا؟ حنا بالنسبه لينا راه غنتشدوا بحقنا في ملاعب الكره الحديديه، حنا نادي معترف به من طرف الجامعه الملكيه المغربيه للكره الحديديه، ورحنا نحتل الرتبه الخامسه على صعيد عصبه، خاصو يعرف السيد الباشا. حنا رانا نشرف مدينه بن سليمان في اول مشاركه ديالنا في العصبه كنحتلوا الان الرتبه الخامسه من بين 41 نادي، وبالتالي ان هذا شرف للمدينه. والدوري اللي نظمناه يحتل دابا الرتبه الاولى على صعيد العصبه من حيث عدد المشاركات ومن حيث لو بري، يعني ثمن الجوائز اللي تقدمات هنا، ومن حيث التنظيم، والناس مشات كتثني وكتمدح في مدينه بن سليمان بسبب ذاك التنظيم وبسبب المكان الرائع اللي فيه النادي. الان السلطه المحليه ما باغاش الخير حتى للمدينه، يعني هذيك الصوره الزوينه ديال المدينه اللي داوها المواطنين من خارج المدينه، هذه السلطه المحليه باغا تضربها بزيرو، باغا تقول لهم بان هي خارج التوجهات هذه. شكرا سي يوسف. مرحبا. شكرا. نحن ننقل الراي وديال على مسؤول النادي ديال الكره الحديديه. كما كنلاحظوا الجرافات مازال كتقوم بالعمل ديالها في هذا المكان. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.